ازيكم يا شباب، معاكم سموده في حلقه جديده من على المكنه. حلقه النهارده بعنوان ما تبطلوا غلاسه ابوس رجليكم. بطلوا غلاسه دي للتوكيلات. في البدايه في اي مكان في الدنيا، في اي بيزنس في الدنيا، قسم كده بيبقى مختص يعمل ابحاث ريسيرشز، يشوف رغبات العملاء في السوق ويجس. انا جبت البرودكت ده اتباع كويس، البرودكت ده الناس عايزه منه، لا ده ما اتباعش كويس فبلاش نجيب منه تاني. في برودكت الناس السوق محتاجه، يشوف النيدز، يشوف احتياجات العملاء. انا مش عارف القسم ده في الوكلاء بتاع الموتوسيكلات مريح شويه، قاعد في الساحل من السنه اللي فاتت لسه ما جاش، مش عارف فيه ايه. انا عايز اعرف في موديلات معينه الناس بتبقى عايزاها، انتوا ما بتجيبوهاش وبتجيبوا اللي على مزاجكم. يا جماعه احنا بنجيب اللي على مزاج الناس. يعني فئه تعالوا اديكم مثال عملي في السوق المصري. فئه ال 250 سي سي في الموتوسيكلات الصيني فئه ناجحه جدا، الناس كلها بتدور يا على التي ان تي ال 250 يا على الزونتوس ال 250. الناس اللي بتحب البراند الهندي البجاج بتدور على ال 250 اللي هو ما نزلش او نزل منه قطع قليله جدا. الثلاثه دول مش موجودين. التي ان تي من اول 2016 لغايه النهارده التوكيل نزل دفعه دفعتين بينقطنا. الناس كل شويه بتخش تسال فين التي ان تي 250، فين التي ان تي 250. موتوسيكل كويس، اي نعم سعره كسر ال 130,000، بس 130,000 ولا 140,000 بقتش رقم غالي بالنسبه للاسعار الحاليه. الزونتوس ال 250 كان حلو، بس انتوا ساعتها ما سوقتلوش صح. الموتوسيكل باع، جبته دفعه وغالبا ما جبتوش تاني. الموتوسيكل مش موجود. تزنقني بقى في ايه؟ يا تديني زونتوس 150 سي سي يا تديني زونتوس 350 سي سي. اجيب الزونتوس 150 سي سي، العيال تيجي تركب الموتوسيكل بيجيب 110 115 بالحزق ويا دوبك ومفيش اي تسارع، فيحس ان هو دفع فلوس. الراجل دفع فوق ال 100,000 جنيه في موتوسيكل ما بيجريش، هو عايز يجري، فيجي له احباط من الموتوسيكل. يا اما يلاقي نفسه هيدفع 180,000 جنيه في الزونتوس 350 سي سي. طب ما 180 ما اجيب لي موتوسيكل ياباني قديم بقى شويه واجري بقى واجيب ال 200 وال 300. هتقول لي الجديد غير المستعمل، لا، ما هي اللي عايز يركب ويجري ما بيفكرش في الحته دي. ففين فئه ال 250 سي سي؟ الجماعه بتوع البجاج، بتوع البلسر. البجاج البلسر ال 250 تحفه واي بي اس وموتوسيكل شكله مزه جدا. انت مش جايبه ليه؟ ما تنزله، جرب يعني، هات دفعه 50 60 حته. الناس دلوقتي بتشتري موتوسيكلات صيني ب 200,000 وب 220,000. فهل الهندي لو نزل ب 200,000 مش هيتباع؟ لا هيتباع. البجاج البلسر ال 180 وال 200 بيتباع مستعمل ب 70 و 80,000، وفي ناس بتشتريه عشان هو عنده سمعه ان الموتوسيكل ده ديورابل وحمال اسيه جدا. فبطلوا غلاسه، شوفوا السوق عايز ايه مش انت عايز تبيع ايه. يعني انت عايز تبيع ايه؟ دي يبقى انت كده كار البيع والموتوسيكلات مش كارك، انت كده عايز تفرض حاجه. شوف الناس عايزه ايه، خش اعمل ريسيرش، نزل ناس تسال الشباب انتوا محتاجين ايه. ال 350 ده حلو؟ لا. طب ال 250 حلو؟ طب ال 150 ايه نظامه؟ يعني انت مكتف السوق بسبب ان قراراتك، اسمح لي انا اقول انها مش صح. بص الناس عايزه ايه، هو ده اللي هينجحك، مش ان انت بتفرضه على الناس. في النهايه يا ريت نقلد الاجانب بره ان هم بيحترموا العميل. يعني للاسف الوكلاء ما بيحترموش العميل قوي في حته قطع الغيار. انا عارف ان بسبب الدولار وبسبب الجمارك وبسبب القصص دي الدنيا متبهدله، بس برضو في جزء منه من المشكله دي على الوكلاء. فاحترموا العميل شويه في النيدز بتاعته، في احتياجاته. شوف الشباب عايزه ايه، عايزين 250 هات 250. جبت ال 250 والدنيا بقت حلوه والناس وثقت في البراند، ابتدي بقى علي، هات ال 350 هات ال 600 هات ال 700 الجديد اللي لسه نازل مثلا من الزونتوس. انما مش يا 150 يا 350. طب ما اللي معاه 100,000 مش عايز يدفع 150,000 ولا 130,000 في 150 سي سي، اديله ال 250 يجيب 130 140 كده وخليه يفرح. يا رب ما نكونش طولنا عليكم، ونشوفكم الحلقه الجايه على المكنه.